النهاردة هنتكلم في فيديو جديد وبداية كورس سوارم انتليجنس برضو. الفيديو تحت عنوان ازاي النمل والطيور خلوا الذكاء الاصطناعي اذكى وازاي اتعلم منهم. هنتكلم عن السوارم انتليجنس، لكن في البداية عايزين نتكلم في حاجة مهمة شوية. الحياة بتاعتنا بتمشي ازاي، وهل الحياة فيها سيستم واحد ولا فيها كذا انواع من السيستمز؟ لا طبعا الحياة فيها انواع كتير جدا من السيستمز، اشهرهم اتنين: centralized systems، ودي سيستم بيكون ليه قائد ومخ، والسيستم كله بيمشي وراء القائد والمخ ده. زي مثلا ايه؟ سي او، المدير التنفيذي بتاع الشركة. طبعا الشركة كلها بتمشي وراه، لما هو بيكون عايز حاجة تتعمل بتتعمل والباقي بينفذ. ده اسمه centralized system. طبعا في مثال تاني زي الجيش بيكون محتاج قائد يقدر يوجه الجيش، وده مثال تاني برضو. في نوع تاني من السيستمز اسمه decentralized systems. دي بتكون ما فيهاش سي او، يعني ما فيش قائد، ماشية عن طريق ذكاء المجموعة نفسها. يعني في مجموعة من السرب بتنزل، او مجموعة من شيء بتنزل مثلا، وبتكون معتمدة على ذكائها الخاص. يعني ده موضوع صعب شوية او مش فاهم. تمام. مثلا عندنا النحل، في مجموعة من كل نحل بتنزل من الخلية بتاعتها، تروح تشوف اكتر زهرة فيها رحيق، وبعدها بتاخد منها او بترجع تنادي يعني التيم بتاعها، وبيرجعوا يشوفوا الزهرة دي. عندنا حاجة تانية مثلا زي النمل. النمل بينزل، كل نملة بتنزل تروح مكان مختلف عشوائي تدور على أكل، وبتسيب أثر وراها. الأثر ده اسمه فرمون. لما بتلاقي أكل بترجع تاني، وفي القطيع بتاعها بيرجع يشوف الأكل اللي هي لقيته ده، أو على حسب الأكل قد إيه. بيروح يعني يتم التركيز النمل هناك في المنطقة دي. تمام. يعني ايه سوارم اصلا؟ يعني كل ده احنا عمالين بنتكلمه ومش فاهمين يعني ايه سوارم. كلمة سوارم جاية من كلمة انجلش قديمة مبقتش مستخدمة دلوقتي، هي دي. معناها group of insects، مجموعة من الحشرات. الكلمة القديمة دي كان معناها مجموعة من الحشرات. طبعا اتغيرت دلوقتي وبقت اسمها سوارم، اللي هي معناها مجموعة من شيء. يعني مثلا people، drones، يعني ده اسمه swarm of drones، فعشان كده اتسمى swarm intelligence، اللي هو يعني ان احنا بندرس علم ذكاء المجموعات. ال ECO، Ants Colony Optimization، ده نظام النمل بيعمله عامة في الحياة كل يوم عشان يقدر يلاقي أكل. النظام ده احنا خدناه، استعملناه في الاي اي، قدرنا نعمله بيه شوية ابليكيشنز. طب النظام ده بيشتغل ازاي اصلا؟ عندك اول حاجة النست، اللي هي الخلية بتاعت النمل، بيطلع منها نمل عشوائي في كل حتة. مثال النملة دي طلعت في المكان العشوائي، لقت اكل، فبعد ما بتلاقي الاكل بتقوم راجعة، وهي راجعة بتسيب فرمون. الفرمون ده مادة النمل بتنزله عشان تقدر ترجع لنفس المكان تاني، وبيقدر النمل التاني اللي هو اخواتها او اي نملة تانية بتقدر تشم الريحة دي وبتمشي وراها تاني عشان تلاقي نفس مصدر الاكل اللي النملة الاولانية لقيته. فبعد ما النملة رجعت، في شوية نملة طلعوا تاني، مشوا ورا الفرمون ده لحد ما وصلوا لمنطقة الاكل، وهم راجعين برضو سابوا فرمون. طبعا كل ما حصل تاني الموضوع ده،
بعد ما النملتين دول رجعوا، طلع شوية كتير من النمل بسبب ان في نمل كتير جدا ساب فرمون وهو ماشي، فطلعوا برضو عملوا نفس الموضوع. ليه النمل بيعمل كده؟ عشان يفهمك ان الطريق ده هو اقصر طريق وطريق فيه اكل. طبعا لو في نملة لقت طريق تاني اقصر، وهم طبعا في عملية بحث، لان هم بيقعدوا يبحثوا عن الطرق الاقصر، حتى لو في معروف ان ده اقصر طريق، لكن في 1 أو 2% برضو بيدوروا عشان يكون في توازن. ولو لقوا طريق اقصر وفيه اكل، الفرمون ده بيتساب وبيتبخر خلاص، لان مبقاش في حد بيزود عليه، وبيروحوا للطريق الاقصر. فمن هنا الذكاء الاصطناعي اتعلم ان ازاي نقدر نلاقي الطرق الاقصر، او الحل الافضل لبعض المشاكل اللي شبه كده شويه. طبعا هو في حاجات غير الاي سي او، في بي اس او، وفي الجوريزمز تانية، لكن انا قلت ابتدي باسهل حاجه. طبعا زي ما قلنا في بدايه الفيديو، علاقه الاي اي اصلا ازاي يتعلم من الاي سي او. هو اتعلم سوري، ازاي يتعلم من السوارم. هو اتعلم مثلا حاجه زي الاي سي او. الاي سي او ده بيستعملها في شويه ابلكيشنز زي الجي بي اس وتوصيل الطلبات، by finding the best road or solutions. يعني عن طريق ان هو يلاقي افضل حلول وافضل طريق. ازاي؟ زي لما شفنا من شويه في الاي سي او مثلا، النمل كان ماشي في الطريق ده والطريق ده، الطريقين بيوصلوهم لافضل نقطه او نقطه الاكل. لما لقوا ان الطريق ده اقصر شويه، بدأ النمل كله الشكل التاني يروح خلاص يهجر الطريق ده، وبدأ ينشر فرمون على الطريق ده لان هو الاقصر، وبدأوا يجيبوا الاكل منه ويروحوا ويرجعوا وبينشروا الفرمون. طبعا هنا الفرمون هنا اتبخر، فبقاش في نمل. ده يقدر يساعدنا في حاجة زي الجي بي اس. لما انا مثلا اكون في مكان هنا وعايز امشي في حتة تانية، فده الجوريثم بيساعدني ان انا اوصل للحتة اللي انا عايزها بافضل او اسرع، ممكن نقوله افضل حل او افضل طريق. طبعا ده بنستعمله في الجي بي اس والدليفري للاوردرز، يعني توصيل الطلبات بيستعملوا كده برضو. لو هو في مكان معين وعايز يروح لمكان تاني، وعايز يعرف اقصر طريق او افضل طريق، في الجوريزمز زي الاي سي او او الاي سي او عامه بنستعمله عشان نقدر نلاقي الحل ده. فده كان السؤال، ازاي الذكاء الاصطناعي اتعلم من النمل والنحل. بس شكرا جدا ليكم، و don't forget to like و subscribe.